بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل معاكم كيكه التايجر. ما شاء الله اللهم بارك. كيكه جميله وسهله، ولا ازايز ولا كوبايات ولا اي حاجه. هنعملها بطريقه سهله جدا وزيها زي الكيكه العاديه. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله نبدا بقى. هنا معايا كوبايه ونص من السكر، ومعايا بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، يعني ركناهم كده، شلتهم من التلاجة وحطيتهم قبل ما اشتغل فيهم بساعة كده، قبل العمل بساعة يعني. حطيتهم على الرخامة وسبتهم. هبدأ بقى اضرب كده لحد ما السكر يدوب ويديني قوام كريمي. ما شاء الله اهو، ما شاء الله. بصوا عقل ازاي القوام، وعمل زي الفوم كده. كده خلاص هبدأ بقى احط بقية المكونات. معايا باكوين من الفانيليا هتحطيهم، وبعد كده معلقة الأكل العادية، معلقة صغيرة كده. تحطي معلقة خل. الخل بيخلي الكيكة هشة، وبعدين بيمنع زفرة البيض، الريحة بتاعة البيض. هبدأ أضرب تاني كده فيه. كل بقى ما أحط حاجة هضرب فيها كده. الخليط عايز يتضرب، يعني الكيكة أهم حاجة تضربيها حلو. هنا نزلت عليها بتلتين من الكوباية زيت، وهبدأ أضرب برضو تاني. هنزل بس الحروف بتاعة الخليط، وهرجع أضرب تاني فيها. اهم حاجة تضربي المكونات حلو كده، وتخلي السكر يدوب، ومكون البيض يتضرب حلو كله. اهم من نجاح الكيكة معاكي. هنا خلصت. هجيب كوباية لبن او حليب، كوباية من الحليب، وهنزل عليها بقى وهضربهم كده تاني. هنا كده خلاص، كده المكونات كلها اتضربت مع بعضيها. حوالي كده 10 دقايق تفضلي تضربي فيهم، يعني ما تحطيش المكونات كلها مرة واحدة، حاجة حاجة كده. وكل ما تضربي في الخليط كل ما يديكي نتيجة احسن. هنا معايا كوبايتين من الدقيق، وانزل عليهم بباكو من كيك شيف، ومعلقة صغيرة من الملح، او نص معلقة يعني، هي نص معلقة كفاية. وابدأ انزل بقى بالخليط السائل، مش كله مرة واحدة، لحد بس ما اشوف انا محتاجة احط كله ولا لا. هبدأ كده اقلب بقى، تجيبي من تحت لفوق وتقلبي في اتجاه واحد بس. الكيكة بالذات ما تقلبيش في كذا اتجاه، هو اتجاه واحد تقلبي فيه. تقلبي كده فيه كده لحد ما تخلصي. كده خلصت خلاص، حطيت الخليط السائل كله، وهقلب بقى. هجيب من تحت لفوق كده، وهقلب في اتجاه واحد، عشان بس اطلع الدقيق كله والفه مع السوائل. كده خلاص اهي، ما بقاش في دقيق، وبقى السائل هو ده. انا عايزه القوام ده كده تمام. هبدأ بقى اقسم الخليط ده نصين، بالوايم كده انت مع نفسك كده. انا قسمته هنا نصين. هحط بقى معلقتين من الكاكاو، كاكاو خام من عند العطار يعني بيجيبه، وهقلبه كده لحد برضو ما يلف مع السوائل. هنا هعوز له هنا معلقتين، حوالي معلقتين من اللبن هنزل بيهم. حط كده حوالي معلقتين، وهلفهم كده تاني لحد ما يتلفوا مع الخليط كده وخلاص. كده خلص اهو، بقى تمام كده. هلم بقى كده، وهبدأ اشوف هعمل ايه. هجيب بقى صينية دهنتها سمنة، وحطيت لها شوية دقيق، وهبدأ هنزل بقى بجزء كده، حبة حبة كده خليط الفاتح، وارجع احط بالخليط الكاكاو في النص بالظبط كده من الطبق. ولا جبت ازايز ولا جبت اكياس ولا جبت اي حاجة، وهتطلع ما شاء الله اهي.
النص كده، وتحطي حبة من دي الخليط الفاتح وحبة من خليط الكاكاو لحد ما اخلص الكمية كلها. انا كده خلاص يعني، تالي دي كانت اخر حاجة. خلاص كده اخر كمية اهي، هنزل بيهم من الخليط الفاتح. وبعد كده هخلص برضو ايه الجزء بتاع خليط الكاكاو. طريقة سهلة وبسيطة. خلاص كده هجيب بقى العصاية بتاعت الشيش طاووق، وهبدأ اجيب من جوه من الوسط كده للحروف، من الوسط للحروف خطوط كده لحد يعني شكل النجمة كده. هعيد بس تاني كده على الخطوط اهي. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا شكلها طلع جميل والرسمة جميلة. ايه رأيكم؟ مش محتاجة اي شغل، وهي كيكة زيها زي الكيكة العادية. لا جبت ازايز عملتها ولا جبت اكياس ولا اي حاجة. طلعت ما شاء الله طعم وشكل جميل. هنا بقى تحطيها في الفرن على درجة 180 درجة، الرف الوسطاني، وتسيبيها. لو الشواية عندك الوش ما بيحمرش على طول، تشغلي الشواية شوية كده عليها. انا سبتها كده اهي ما شاء الله اللهم بارك، وقطعت منها. ايه رأيكم؟ هشة وطرية وجميلة وطعم وشكل الله اكبر.